لو انت فاكر ان شغلك ممل او مديرك مضايقك في العمل ومخليك مش طايق العيشه واللي عايشينها او مرتبك قليل، فاستنى معايا لحد ما نشوف ناس بتشتغل شغلانات هتخليك تقول الحمد لله على نعمه الشغل العادي. يا راجل ده في ناس شغلها بس ان هي تعيط او ان هي بس تنام وبعد ما تصحى تدي تقييم لجوده النوم اللي هي نامته. وعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدا. بس في الاول كده بقى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واكتب لينا في التعليقات ايه رايك في المحتوى اللي احنا بنقدمه. انا اسلام سيد ودي قناه صندوق الدنيا. تخيل انك كل ما تنام تترقى اكتر، لا وكمان تصحى تلاقي مرتبك جاهز تاخده وتروح تكمل نوم في بيتكم. وعلى فكره دي شغلانه بجد، والفكره بدات في مراكز ابحاث واللي كانوا بيعملوا دراسات على تاثير النوم على الجسم والمخ، او بيجربوا انواع المراتب او حتى مدى فعاليه ادويه النوم مثلا. فبيضطروا يجيبوا متطوعين او بالاصح موظفين يناموا تحت المراقبه. وفي التجارب دي بيكون في المستشعرات متوصله بجسم المتطوع تراقب كل حاجه، سواء بقى ضربات القلب وحركه العين والتنفس وعدد ساعات النوم العميق. وفي شركات في اوروبا وامريكا بتدفع فلوس ممكن توصل ل $15,000 في الشهر لو الدراسه ديت طويله شويه او معقده. وبرضه في شركات المراتب بيوظفوا ناس عشان يناموا على المراتب ديت ويكتبوا تقييم المنتجات بتاعه الشركه. تخيل اما تكون كل وظيفتك انك تقعد على كرسي، ومش لتجربه الكرسي ولا حاجه، واذا كنت تقول اذا كان مريح الكرسي دوت ولا لا الشغلانه دي بتبقى في الاحداث الرياضيه او العروض المباشره، وخصوصا اللي بتتذاع على التلفزيون او البث المباشر. والشغلانه ببساطه ان هو بيتم تاجير اشخاص علشان يقعدوا على كراسي المدرجات ويشجعوا كده ويملوا الكراسي الفاضيه. الهدف ببساطه من الشغلانه دي ان لما الكاميرا تيجي على المدرجات ما تلاقيش الكراسي فاضيه، وتدي احساس للمشاهد ان ده حدث مش فاشل وان الحضور مش ضعيف، سواء بقى كان الحدث دوت مثلا حفله موسيقيه او برنامج جوائز او حتى مباراه رياضيه. لان وجود الناس دي في المدرجات بيدي احساس بالحيويه، والاغرب ان في ناس بتاخد فلوس علشان تحضر الحدث دوت، او ممكن يكونوا مثلا بياخدوا دعوه مجانيه للحدث ده وكمان بيطلعوا في الكاميرا، وسبحان الله بيبقوا متحمسين اكتر من اللي بيحضر بفلوس. اكيد في ناس كتير بتتعرض لضغوط فبتنهار وتعيط، فيجي حد قريب ليك ويقول لك استهدى بالله كده، قول له هيعدي ويحاول يخليك تقف على رجلك تاني. انما بقى انت متخيل ان في ناس بدل ما تواسيك وتحاول تهديك، لا تهديك فلوس وتقول لك ايوه هو ده الشغل، عيط كمان وكمان. والشغلانه دي اسمها الباكي المحترف. وعلى فكره الشغلانه دي مش جديده خالص، دي شغلانه قديمه جدا من ايام القدماء المصريين والرومان وحتى في الصين زمان، وكانت الشغلانه ديت مخصوصه للستات. على فكرة في مصر كان اسمها المعددة، والفكرة ببساطة إن هم كانوا يأجروا السيدات علشان يعيطوا ويصرخوا ويبينوا الحزن، وإن هم يظهروا الحزن الكبير قوي اللي وقع عليهم قدام المعازيم أو الناس اللي بتحضر، كانوا يعني من احترام الميت. وفي بعض الثقافات زمان كانوا بيصدقوا إن الدموع دي بتساعد الروح في الانتقال للعالم الآخر بهدوء. وفي بعض الدول لحد النهاردة زي الصين أو في بعض قرى الهند دي وظيفة، وفي ناس فعليا بتعيش منها، والقبض بيكون على حسب مدة البكاء وحجم المصيبة نفسها، واللي بتوصل ل $100 في الجنازة الواحدة. تخيل بقى اما تكون شغلانتك انك تحضر الناس، لا وكمان تاخد فلوس. والشغلانه دي حقيقيه. محتضن محترف الوظيفه دي ابتدت تنتشر في امريكا واوروبا، وفكرتها ببساطه انك بتقدم جلسات حضن للناس اللي بيعانوا من الوحده او التوتر او حتى محتاجين حضن انساني بدون اي طابع رومانسي او جنسي. والناس اللي بتروح للجلسات ديت بيكون عندهم مشاكل في العلاقات او مروا بتجارب اثرت على نفسيتهم، او اللي عندهم توتر مزمن او اكتئاب ومحتاجين يحسوا ان في حد جنبهم وبيسمعهم. والجلسه دي غالبا بتكون في مكان مريح وهادي، وبيكون المفروض ان في قواعد صارمه زي مثلا ان ما فيش اي تلامس غير مسموح بيه، والالتزام بالنظافه الشخصيه، وان الملابس تكون محترمه، والمرتبات بتاعتها بتوصل ل $80 في الساعه الواحده. وعلى فكره الوظيفه ديت مش بس حضن، هو اساس الفكره في الحضور، انك تبقى موجود مع حد حاسس بالوحده وتديله دعم نفسي من غير ما تحكم عليه. معلش هو انا كنت لازم اقول الوظيفه دي، بس فعليا دي اكتر شغلانه صعبه، ده اقصد مقرفه. تخيل ان المفروض في الطبيعي ان الواحد اول ما بيدخل الشغل بتاعه بيفتح اللابتوب بتاعه وتجيله القهوه لحد عنده
يشم ريحتها كده ويستمتع بالريحه ويبتدي يشتغل. بس هنا ده للاسف انت اول ما تدخل الشغل يقول لك يلا عندك النهارده 20 واحد هتشم بطهم. وعلى فكره الوظيفه دي موجوده وحقيقيه وموجوده في شركات العطور ومزيلات العرق، وهدفها التاكد من فعاليه المنتج ضد التعرق والروائح الكريهه. والمتطوعين بيستخدموا مزيلات العرق الجديده واللي محتاجين يختبروها، وبعد ساعات من النشاط البدني والتعرق يدخل الموظف ويشم ويبدا بقى في التحليل. وهو مش بس بيشم، ده بيدي تقييم للريحه من 1 ل10 اذا كانت الرائحه طبيعيه او رائحه لا تفاق. والسؤال هنا ليه مش بيستخدموا اجهزه حديثه؟ لان انف الانسان لسه ادق من الاجهزه في تمييز الروائح المختلفه. وعلى فكره الشغلانه ديت مرتباتها مش قليله خالص، دي بتوصل ل$50,000 في السنه. لو سألتك ايه اكتر حاجة بتكرهها وبتكره انها موجودة حواليك، هتجاوب بكل تلقائية وتقول الانتظار في الطوابير، او انك تقف في طابور طويل عريض عشان بس تجيب العيش، او طابور للميكروباص، او طابور للجمعية، اي طابور. ده حتى في الملاهي في طابور على الالعاب بتخليك تزهق من اللعبة قبل ما تلعبها اصلا. انما انت تعرف ان في وظيفة ان حد ممكن يأجر حد عشان يقف مكانه في الطابور لحد ما يقرب وبعد كده يروح يقف مكانه عادي جدا. والشغلانة دي ببساطة انك بتأجر حد يقف مكانك بالساعات، وللساعة ممكن توصل ل$25، ولو الطابور طويل ممكن توصل ل$200 في اليوم. فالمرة الجاية وانت نازل تقف في طابور العيش ما تنساش تاخد من الحاج الوالد الأجرة بتاعت الوقوف. الشغلانه دي بتخلي الموظف ياكل اكل مش هتتخيل ان حد اصلا ممكن ياكله، وان هو يجرب الدراي فود المخصص للحيوانات والقطط. والموضوع دوت مش مجرد اكل وبس، لا، دي شركات تصنيع اكل الحيوانات بيجيبوا موظفين ويدوقوهم الاكل عشان يتاكدوا اذا كان طعمه مقبول او قوامه مناسب او مكوناته متوازنه. والاكل اللي بيجربوه دوت فعلا بيكون الحيوانات بس معمول من مكونات صالحه بالاكل البشري، ومش اللي بنشتريه من السوبر ماركت للحيوانات. والغريب بقى ان الشغلانه دي بتحتاج ذوق عالي جدا في اختيار الطعام، وان يكون عنده خلفيه في علوم التغذيه عشان يعرف يقيم الاكل بشكل كويس. والاغرب بقى ان المرتبات بتاعه الوظيفه دي بتوصل ل$70,000 في السنه. وفي النهاية زي ما شفنا الشغل مش دايما مكتب وبدلة وكوباية شاي أو قهوة على الصبح عشان الواحد يعرف يشتغل بمزاج، لا، في ناس شغلانتها أبعد بكتير قوي عن الكلام دوت، وكل شغلانة منهم هي هدف وسوق وناس فعليا محتاجينها. ممكن كمان تكون بتدخل دخل أكتر من شغلانات كتير تقليدية. ومش معنى كده إن إحنا هنا نسيب شغلنا ونروح نشم أو نقف في طابور، لا، الفكرة إن الواحد يحمد ربنا على النعمة اللي في إيده، وإن كل شغلانة وليها احترامها مهما كانت غريبة. وفي الآخر بقى ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.